يا صباح الفل، صباح السعادة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده الفيديو، دخلت في الجد على طول لان كان عزومة. وطبعا دي التجهيزات اللي بتبقى قبليها بيوم، ان انا ابتديت اجهز الحاجات اللي انا هحتاجها من بره عشان الجو اليومين دول بقى صعب. رخم ان انا اقول لحد انزل هات لي من البنات او ابني او كده. فالمهم ان انا بجهز حاجات: كفتة الرز، الخضرة، بصل، توم، آه، فلفل اسمر، 7 بهارات، شطه، ملح. بحط الحاجات دي على بعضها واقلبها تقليبه كويسه، وبعد كده ببعتها بتاع اللحمه هو يفرمها لي. تمام. فدي اول حاجه عملتها من بدري. بعد كده بقى بنتي جهزتها لي بقى، اللي هي صبعتها وكده. نمت انا شويه، صحيت لقيتها عملت ده كله. دي كده كانت كفته. جت هنا كده بجهز الحاجات بتاعه المحشي، ده كان بعد الفطار. فقلت بقى اطلع الخضره من التلاجة. الخضره دي نسيت الفها في ستريتش، تمام، فاصفرت مني. يعني من اسبوعين كده حطيتها في التلاجة، عندي حاجات من اسبوعين كان حلوه، لكن اللي جبتها من كام يوم باظت بسبب ان انا ما لفتهاش بستريتش وكده، اللي هو ما كتمتش الهواء اللي داخل الكيس فاصفرت. فهنقيها بقى بالواحده كده، بالتنتوفه كده عشان تبقى كويسه. وابتدي اقطعها تلتين كده، واجهز البصل بتاعي برضو عشان هعمل تقليه المحشي من بالليل واجهزها. وابتدي يعني اللي هو اصحى من النوم يبقى ورايا حاجات قليله قوي. تنسونيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس، تعملي كومنت حلو كده ولايك عشان ترفعي الفيديو. فانا بفرم الحاجات اللي انا يعني الحاجات اللي بحتاجها، بشغل الكبه مره واحده. انا خدت شويه بصل للتقليه وشويه بصل في البوله التانية دي هحطهم بعد كده مع الخضره. اقلبهم مع الخضره كده علشان الميكس ده بيبقى ريحته حلوه جدا لما بينزل على الرز بعد في الاخر يعني. وافرم الخضره واحطها عليه. فمن الحاجات اللي اي حد بيحبها وبتتعمل يعني على الفطار بتبقى لذيذه، احسن من الطبيخ واحسن من اي حاجه، هي المحاشي. فانا بما ان العدد ما كانش كبير، يعني احنا كان جايلنا بس عزوم اللي جايين من بره 6، فلا كان بالنسبه لي كويس يعني ان انا هعمل كميات محاشي واشكال كتير، وكل واحد هياكل النوع اللي بيحبه بقى. وهتبقى يعني الطبلية بتاعتنا او السفرة بتاعتنا تبقى مليانة اصناف كتير. هنا كده دي الخضرة اقلبها على البصلة عشان الميكس ده يشرب من بعضه بالريحة والطعم وكده. عقبال ما عقبال ما ابتدي اقلي القدرة دي فيها دهن. انا اشتريت دهن اللي هو دهن الكلوة ده، سيحته صفيته حطيته فيها يبرد، فطبعا مش مغطياه عشان يبرد يعني اسرع وكده ويجمد. هنا طبعا الكرومبة ابتديت بقى ان انا احط ملح وكمون، وابتدي اسلق الكرومبة بتاعتي. حطيتها في الحلة دي اتحشرت، فجبت حلة كبيرة شوية ونقلتها فيها. طبعا الحلة التانية هسلق فيها ورق العنب. ما بحطلوش ليمون ولا حاجة، يعني انا بسلقه كده. ممكن احط ليمون بقى على الوش مثلا لو عندي الكلام ده، بس بما اني رحت السوق ما لقيتش ليمون اساسا، فلما احتجت ليمون للتتبيله طلعت من الفريزر لان انا شايله ليمون في الفريزر. طلعت حبايه عملتها. نبتدي بقى التقليه بتاعتنا بقى، نحط شويه زيت محترمين. المحشي يعني زيت، ده ما فيش فيه كلام يعني. ننزل البصله بتاعتي اللي انا محتاجاها، وجهز الصلصه. اولا هحط نص برطمان صلصه علب، تمام. وهنا كده كنت بعصج حته لحمه، ده ربع كيلو لحمه. احط عليه بصلايه وابتدي اعصجها عشان احشي بيها الكوسه. دي كده احط عليها نص برطمان صلصه عشان يطلع ريحه الماده الحافظه بتاعته، عشان يدي لون احمر. بقى الصلصه بتدي لون احمر وبتقل التسبيكه بتاعتك. فهنا كده اول ما تبتدي تطشطش كده احط لها بقى الطماطم اللي مطلعاها من الفريزر. خاصه ان اخر مره عملت صلصه ما حطيتش فيها ولا فلفل الوان اللي هو الفلفل الاحمر ولا بنجر ولا حاجه، فحاسه اللون بتاعها مش محمر قوي. هنا بحقق الصلصه. لو انتي هتحشي الكوسه باللحمه كده من غير اي حاجه تاني، هتحط لها شويه كده من التسبيكه بتاعتك معاها. بس انا بقى فكرت اللحمه مش هتقضي فحطيت زودت رز. لكن لو انت هتحشي بقى تحطي رز، فانت بتحطي شويه رز خلطه بتقلبيهم معاهم وتحشي بيهم الحاجه بتاعتك. حطي توابلنا: مكعبين مرق دجاج، خلطه التوابل اللي انا عاملاها،
ملح وفلفل اسمر، وابتدي نقلب ده كله وكمون طبعا اساسي، الكمون ده لازم يبقى كتير كده، المحشي بيحب الكمون والنعناع. والله ريحته اصلا بتشهي تحفه يعني. كان كمان الواحد كان فاطر، كان لسه يعني بعد المغرب، فاللي هو بتدوقي بقى التسبيكه بتاعتك وتظبطي ملحك وكل حاجه. هنا كده حطيت الرز ما شاء الله، يعني كان 3 كيلو ونص رز. الحله دي كبيره، فانا بحب اعمل فيها عشان اقلب فيها براحتي. حطيت الخضره اللي انا عاملاها والبصل، وابتدي بقى والنعناع، وابتدي اقلب بقى ايه ده كله مع بعضه كده، واحط شويه زيت عشان يبقى فيه لمعه كده للرز، وخلاص على كده. ونبتدي نحشي بقى. اخد معلقتين اقلبهم مع اللحمه، ابتدي احشي بيهم الكوسه، وهيفيد منهم بقى اكمل منهم البتنجان والفلفل وكده. ازود شويه رز صغيرين واكمل البتنجان والفلفل. انا ما بشتريش الحاجات واقورها في البيت، لان انا افشل ما يكون في التقوير. يعني انا افشل واحده ان انا بكسرهم من الاخر، اللي هو ادي العيش لخبازه. يعني ماليش في الكلام ده، ولا اقور بتنجان ولا اقور كوسه، بيبوظوا مني. فهو اجيب الفلفل اشيل القمع، خلص الموضوع على كده زي الفل. ده كيلو بتنجان، البتنجان الرومي، البتنجان العروس ده ب30 جنيه الكيلو. بس احنا بنحبه، فما ينفعش ان انا اعمل محشي وما اعملوش من ضمن الاصناف. يعني هبقى زعلانه ان انا ما عملتوش لان انا حباه. تمام. فهكمل بقى حشو البتنجان كمان بنفس الخلطه بتاع الكوسه والفلفل. هزود شويه رز كده واحشي الفلفل. هنا كده بقى خلصت حشوه البتنجان. انا طبعا عملت ده كله على الواقف، يعني وانا واقفه في المطبخ كده. رحت حاشيه الحاجات بتاعتي. دي كان اخر حاجه، فلفلايه واحده احطها جنب الكوسه، وبقيه الفلفل هحشيه برز بقى من خلطه عادي، من غير لحمه ومن غير حاجه. ده يتحط مع البتنجان في حله. نمت بقى شويه، يعني عملت الكرنب والورق العنب ونمت بقى ساعتين 3 كده. صحيت لقيت بنتي مصبعه لي الكفته ومغطياها وركنيها. وهنا كده كان راحت جابت لي الفراخ، وانا غسلتها بقى وظبطتها. دخلت المطبخ في الوقت ده كان الساعه 3 الا ربع بالظبط. يعني انا داخله المطبخ 3 الا ربع او 3، يعني حاجه زي كده. ف اول ما غسلت الفراخ كان جت 3 بالظبط، يعني هو 3 ساعات وكان الفطار خلاص. هنا حطيت الفراخ تتسلق، فلفل اسمر، حبهان، ورق لوري، ما حطيتش وسبع بهارات وملح، وما حطيتش حاجه تاني، ولا بصل بقى ولا طماطم ولا اي حاجه. العين التانية شغاله عليها بحمر الكفته. يعني بعمل الحاجات اللي هي ايه، مش عايزاها سخنه. يعني الكفته هتتحمر وهتتحط في صلصه، فهي الصلصه هي اللي هتبقى سخنه، مش الكفته. فعملتها وركنتها عشان اخلص حالي وانا واقفه. الفراخ هتتسلق وهتتبل. ده شكل المحاشي. طلعتها كلها من التلاجة، كنت لافه الصينيه بستراتش بتاع الكوسه وده الكرنب والفلفل وكل حاجه موجوده. نبتدي بقى ايه، نسقي حله حله كده ونسويهم. دول اخر حاجه قبل الفطار. نخلص نعمل تتبيله الفراخ، بصلايه وكام فص توم وكام طماطمايه، وهنشوف كده الحاجات كلها مع بعض. ف هنا غسلت الحاجه بتاعتي، قرن فلفل، 3 طماطميات، بصلايه. التتبيله دي تحفه تحفه تحفه. كام فص توم، واحط ليمون كمان. هنحط الاول كمان صلصه، يعني ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، وخل وصلصه، معلقه صلصه، والشطه طبعا لازم سبايسي. هنا هتحطي شويه خل حلوين، وتجيبي ليمونيه. الليمون ده انا مفرزاه، فطلعتها شويه سبتها تفك، وبعد كده قطعتها وحطيتها على الخلطه دي، وابتدي اضربها في الخلاط. في الخلاط بتبقى ناعمه جدا. هو ده اللي انا محتاجاه، ان هي ما يبقاش ليها، يعني ما تبقاش زي بتاع الشوي اللي هي حرشه شويه. لا، انا عايزاها ناعمه مطحونه زي العصير كده، اللي هو تبل فيها ما يبقاش باين ايه اي حاجه، ولا بصل ولا فلفل ولا اي حاجه. احط لها شويه زيت، وادهن الصينيه بشويه زيت، واحط الفراخ بقى فيها، واسيبها ايه مع نفسها كده تشرب من التتبيله لحد وقت الفطار. اشغل الفرن عليها. فانا بحط الصدور في جنب والوراك في جنب. احط بقى كل التتبيله بتاعتنا، اي تتبيله هحطها على الوش، واسيبها ايه
تشرب من تتبيلتها كده، واركنها على جنب في الفرن بقى في اي مكان، يعني عندك مكان حطيها في اي مكان كده ايه لحد ما تقربي تخلصي. لان عندي لسه معجنة بقى حاجات تانية. حط زبدة، حط زيت، وحط شوية توم حلوين. التوم يتعمل ناعم خالص، ونحط اول ما يبتدي ياخد لون نحط عليه الصلصة. تمام. بس انا بحب النار هادية تحت الحاجة بتاعتي علشان ما تتلسعش مني، وعلشان يبقى ليها الطعم بتاعها موجود في الاكل. كده كان الانبوبة خلاص بتشطف، فكنت ركنت البوتاجاز على جنب، وابتديت ايه ان انا شغاله بقى في الحاجات اللي مش هحتاج، يعني مش المكرونه مثلا عشان ما تتعجنش مني، الانبوبه تفضل عليها تتعجن. لا، قلت اعمل بصل شاورما او فراخ كده بالبصل والفلفل وكده، عشان خاطر ايه لحد ما اجيب الانبوبه. ده الفلفل الالوان. نحط بقى الحقيقه بتاعنا ملح فلفل اسمر 7 بهارات، بس انا مستخدمش غيرهم يا جماعه في المطبخ. وخلطة التوابل اللي معمولة للطبيخ دي معمولة في جنب تاني لوحديها، يعني برطمان كده لوحديها كده. لما بكون طبخة طبيخ محطش لا فلفل ولا 7 بهارات، احط الخلطة دي هي فيها كل حاجة. فهنا كده اقلب الفراخ مع البصل مع الفلفل. وطبعا دي معروفة، يعني انا مفروض ان انا كنت اعمل نجريسكو، بس عملتها بالمكرونة القلم مش بالسباكيتي. وابتدي احمر لسه العصفور كمان، يعني اللي هو ايه كده كنت غيرت الانبوبة ورجعت البوتاجاز مكانه. احط حتة سمنة بلدي مع شوية زيت، وحمر كيس لسان العصفور. الحاجات العظيمة فعلا اللمة في الفطار بتبقى حاجة كده تحفة، يعني ربنا ما يحرم حد يا رب من اللمة بتاعته ومن عياله. يعني كان بنتي بقى وجوزها واصحاب بنتي التانية كان حاجة كده حلوة، يعني حالة حلوة اصلا ان احنا كده ملمومين كلنا في مكان واحد وبنفطر. حاجة جميلة. انا عملت الصلصة، احط لها هريسة شطة، وابتدي بقى ايه اشوف انا هعمل ايه. دي اخر هريسة الشطة، فاضل عندي برطمان في الفريزر هطلعه عشان نشتغل منه بعد كده. نحط الصلصة طبعا، معلقة الصلصة اللي لابد منها دي عشان تتقل البتاع بتاعتنا، ونحط التوابل بتاعتنا. طبعا في المرحلة دي احنا بقى خلاص مفيش حد بيدوق، انتي بعينك كده بتشوفي الاكل ايه حلو ولا لا. يعني مش بينفع ان انتي تدوقي، بس انتي خلاص حافظة بقى معاييرك وحاجتك. تبتدي بقى المعركة بقى. دي الحاسمة، اللحظات الحاسمة اللي هي تسوية المحشي. نزلنا بالكفتة تستوي تشرب من التسبيكة بقى وتكمل سواها فيها. حطينا كده حلتين محشي على البوتاجاز، حلة لسان العصفور. جاهز السمبوسة، هقطع طماطم. خلطة السمبوسة دي انا ما يعني اول مرة اجربها. انا كنت على طول معتمد على اللي هي الجبنة العادية البيضة اللي هي بورلاند مثلا، مع الفلفل الحامي وبس على كده. لكن لما جربت دي بجد انا مش عاملاها غير كده. يعني ممكن هتشوفوا دلوقتي طماطم وفلفل وزيتون. انا طلعت زيتون من اللي انا مخللاه، فمن الحاجات العظيمة يعني. هنا ده الفلفل اللي هو الفلفل الحامي برضه قطعته. ده الزيتون اللي انا عاملاه طلعته قطعته كده اللي هو الزيتون العزيزي. خلاص. ما كترتش فلفل، خفت يكون في حد ما بيحبش الفلفل. يعني انا في الوقت ده كنت لسه المكرونه لسه ما رصيتهاش، وفي نفس الوقت بعمل السمبوسه. يعني كده المكرونه معروفه بقى. المكرونه يعني عاملينها 50 مره يا جماعه، مش محتاجه يعني. وانا من الحاجات المميزه فيها المكرونه، او هو بيتقال لي كده انا ما اعرفش، يعني عشان ما ابقاش بشكر في نفسي. انا كده احط جبنه ميكس على وش المكرونه وادخلها الفرن. دي السمبوسك بقى، زيتون فلفل طماطم جبنه ميكس. لو مفيش جبنه ميكس هتبقى جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا بيتقلبوا مع بعض مع الخلطه دي، وبتتحشي بيها. طبعا الطماطم ما تكونش طريه، تكون جامده، وهتطلع لك نتيجه بجد. الطعم في السمبوسك بعد التحمير الجبنه سايحه، الطعم تحفه. احنا كنا ابتدينا نغرف بقى الفطار بتاعنا، عاملين عصير تمر وفراوله، البنات ياخدوهم يصبوهم تحت، وانا ببتدي ارص ايه المحاشي بتاعتي والحاجه. فكان المفروض ان انا هعمل طواجن فخار، بس بنتي اعترضت وكده في الحشو ورق العنب، فعملت في حله وابتديت ارصه انا بعد كده بنفسي يعني في الصينيه. لكن الافضل ان انتي تطيبيه في صينيه من قبليها، يعني او حله او طاجن او كده. وانا بنغرف بقى الفراخ بتاعتنا السلطانيه دي بتاعت ماما الله يرحمها، اللي انا حاطه فيها الشوربه.
دي كده الفراخ ابتدي ارصها بقى ومكملتش تصوير. انتوا بقى توقعوا كده الشكل النهائي. يعني انا هحط لكم صوره كده مصغره في اول الفيديو. بس لا بجد كان الشكل كان حلو قوي. يعني حاجه عظمه من الاخر. اصل انا هعمل ايه؟ هعمل عظمه العظمه لله. المهم لو اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس تعملي كومنت حلو. الكوسه طبعا استوت في الصينيه، حطيت لها الزيت بتاعها ودخلتها، حطيتها على البوتاجاز شويه وبعد كده دخلتها الفرن. وابتديت بقى ايه، بصوا طعمها تحفه 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 بجد. من الاكلات اللي جدتي الله يرحمها كانت بتحبها من ايديا جدا، واخر اكله هي كلتها من ايدي قبل ما تتعب وكده وتتوفى. كان الكوسه باللحمه، جابت لي اللحمه وجابت لي الكوسه والبتنجال وقعدت قورتهم هي و... وكده قالت لي اعملي لي كوسه زي اللي جدك كان بيعملها لنا، اللي هي كوسه محشيه لحمه. فحاجه كده من الحاجات العظمه يعني. طبعا كل اللي بيتغرف بينزل، فعشان كده انا ملحقتش اصور. ده بقى اللي هو المحشي الكرنب بقى اللي المعظم بيحبه. يعني انا ما كنتش باكله خالص، بعد كده بقيت لقيتهم بيحبوه. طب انتوا بتحبوه ليه؟ جوزي وعيالي وكده، فبقيت اكله معاهم وكده اللي هو الكرنب. الحله بتاعته ما شاء الله كان حله كبيره، انا كنت مستقلياها يعني. هنا بنوتي بقى اللي بتصب العصير. رمضان كريم يا رب، وربنا يجعل بيوتكم دايما عمرنا بالخير. بلح وفراولة. البلح ده مقدس عندي. ده شكل الطبلية. كل سنة وانتم طيبين.